مجاري، شوف منظرك وحش ازاي، بالله عليك منظرك سيء ازاي، جبان ولا قادر ترد، منظرك سيء ازاي. اديك فرصة، عاوز فرصة؟ ممكن. اتفضل قول. ممكن. اتفضل. اكلمك؟ اتفضل تحت امرك اتكلم. اسحبني لو سمحت. ايوه. يلا اسحبني يلا. ايه المطلوب من تليفوناتك؟ احسنت كده، كلام طيب جدا وكلام جميل جدا، ممتاز جدا. دلوقتي انا الان ليه حضرتك بتستعمل السحر الاسود وبتعمل تمثيليات وتجيب ناس على انهم مسلمين وهم مسيحيين وتقول لهم اتنصروا؟ ليه التمثيليات دي؟ ممكن حضرتك ترجع ليه؟ اقول لك، اجيب لك الدليل وهديك فرصه تتكلم. ارجع الى الاستاذ عادل جريس المجلد المصور، يقول حضرتك بتستخدم السحر الاسود. اتفضل اتفضل رد. بلاش الغائية بتاعتك دي. اتفضل رد، قول ما عندك. قول اتفضل. انا مش عايز انزل هواك، عشان كده مش عايز ارد عليك. لا بالعكس. مش عايز انزل. بص انت بتكذب في مصر، بتقول انت بتعمل معجزات وكل ده كلام فارغ هلس. لو انت كنت قادر، انت عاجز، كنت هتعمل لي شيء، لكن لا تستطيع ان تفعل من نفسك شيء. انت ما تستطيع، انت لا تستطيع. انا بتحداك تعمل لي شيء، انا بتحداك تعمل لي شيء الان، انا اتحداك. انت لا تستطيع. انت عشان انت عاجز، يا مجاري، انت عاجز اساسا يا مجاري، انت عاجز. انك ما تعرفش تتكلم يعني ايه. لا انت عاجز. لا يا بالحب ما تفهمش الكلام. لا لانك عاجز. انت عاجز. انت فاتح صدرك في مصر، وانا بتاع المعجزات، وانا بنصر المسلمين، واحد مسلم مش عارف تعمل له حاجه. بلاش الغوغائيه بتاعتك دي. رد يا حبيبي، ما ترد يا سيدي، ما نسيبك ترد. رد. عاوز تقول ايه؟ رد. اديني بكلمك. بتقول ايه؟ ما انا سالتك السؤال، ليه عمليه النصب والاحتيال اللي بتعملها في الكنيسه وتقول بنصر المسلمين؟ التمثيلات اللي بتعملها، هو ده السؤال. اتفضل. ده سؤال. ايوه هو ده السؤال. شوف يا اتفضل. انا بتكلم ايوه وحسب وعد بالمجد يسوع اللي هو حاضر مكان، اللي هو اللي بيقول حيثما اجتمع 2 أو 3 باسمي هناك اكون وسطهم. فاحنا نثق ان المسيح له كل المجد هو حاضر بحسب وعده، وهو اللي بيعمل العمل. دي حاجه. الحاجه الثانيه يا ابني، السحر مرفوض عندنا، لان الساحر رايح جهنم. يقول لا تدع السحر تعيش، والسحر ده من عمل الشيطان. انا مش بتعامل مع الشيطان يا ابني، افهم. اتفضل انا سامعك. اتفضل قول. اتفضل. وديني انا هعطيك كل كلمه حاجه عليك قبل ما تروح جهنم. اتفضل قول. اتفضل. اتفضل. انت بتقول حضرتك ما بتستعملش السحر. طب ايه رايك حضرتك بقى ان الانبا بشوي بيقول الكنيسه كلها سحر؟ يا سعادة القس اسمعني. انت بتقول السلطان في الاسم يا سعادة القس. السلطان واخد بالك، انا بقول باسم يسوع المسيح الناصر، قوة دم صليب وسلطان لاهوت المحيي، أأمر فيكون. ده سلطان اسم يسوع المسيح، اللي انت ما تعرفوش، اللي انت بتهاجمه واللي انت بتشتمه، لان شتمتك ليا شتيمة للمسيح. دقيقة واحدة. حضرتك بتقول انت لا ثانية واحدة انا خليك تتكلم. بتقول انت ما بتستخدموش السحر. اسمع الانبا شنودة الانبا بشوي شابة متزوجة ارثوذكسي ومتعمدة ارثوذكسي، واولادي انا واولادي، ولكن انا بصراحة احضر بعض اجتماعات البروتستانت لاني كنت اظن خاطئة انهم يهتمون بدراسة الكتاب المقدس. وقد حضرت قريبا اجتماع سيدات بالكنيسة الارثوذكسية، وقد قال ابونا خلال الوعظة التي كانت تتكلم عن السحر ان البروتستانت هي متبعين السحر وهم اخرتهم الهلاك. البروتستانت ما اتبعوش السحر،
فقد زعلت وبعثت مع احدى اصحاب عتاب لابونا واخبره بان ليس كل البروتستانت هم تابعين للسلف. قال له يعملوا السحر ونهايتهم اخرتهم انا مش فاضي انا مش فاضي بتاعك ده. ومن اعلم اثبت ان اخرتهم الجحيم. فاجاب ابونا قائلا من هي هذه السيده اريد ان اراها. وبصراحه لو هي ليها ميول بروتستانت يا ريت لا تحضر هذا الاجتماع مره اخرى، فاني لا اشجع ان يحضر احد البروتستانت اجتماع الارثوذكس. كما رايي يوافقكم ولكم جزيل الشكر. الذي يريد علما هل من الصح ان يحضر البروتستانت اجتماعات وصلاة الارثوذكس ام لا؟ اسمع سعادة القس، من مبتدع السحر الكنيسة المصرية؟ اسمع الأنبا بشوي، اسمع. وإن كانوا لا يحضروا فأين يتعلمون المبادئ الأرثوذكسية السليمة؟ أنت يا بنتي فليه بتسمي نفسك بروتستانت؟ دي حاجة عجيبة قوي. حضرت شوية عند البروتستانت كنت بتقولي كنت أظن خاطئة إن هم يهتمون بدراسة الكتاب. كويس رجعت كنيستك. أبونا بيقول إن هم بتوع سحر. لا، السحر عندنا أكتر بصراحة كده. بصراحة عندنا رهبان بيشتغلوا في السحر، وعندنا أمامسة وقصوص بيشتغلوا في السحر، وعندنا يعقوب الخزامة كان بيشتغل خمسة متخصصين في السحر، والحكاية يعني ضرب خالص. أكذب الأنبا بشوي الآن، أكذبه أمامكم أهو، أمامكم الأنبا بشوي أهو، ويقول لك ما بيشتغلش في السحر. الرابط اللي أنا وضعته قبل كده، الرابط بتاع الصحفي عادل، أنا عارف إن هو قفل، عادل جريس، الرابط بتاع عادل جريس في جريدة المصور، بيقول لك بيشتغل في السحر الأسود، شغال واحد مسيحي بيقول إن هو شغال في السحر الأسود. هنتصل بيه تاني شو ما يرد ولا لا؟ الصوت عنده ما كانش واضح شويه. سبحان الله، حتى مش عارف يتكلم في التليفون، مرعوب، اقسم بالله مرعوب، ولا عارف يتكلم في التليفون، والتليفون بتاعه يزفت. ايوه اسمع حضرتك الانبا بشوي بيقول ايه اهو الانبا بشوي اهو. أبونا بيقول إن هم بتوع سحر. لا، السحر عندنا أكتر بصراحة كده. بصراحة عندنا رهبان بيشتغلوا في السحر، وعندنا أمامسة وقصوص بيشتغلوا في السحر، وعندنا يعقوب الخزامة كان بيشتغل خمسة. قفل التليفون، قفل جاي يقول لي حبيبي قفل التليفون، قفله ولا يفلح الساحر من حيث أتى. قفلوا. ده الرابط تاني من جريدة المصور، مسيحي قبطي مصري مشهور صحفي في جريدة المصور يقول ان القس مجاري يونان شغال في السحر الاسود، مسيحي اللي بيتكلم مش مسلم. يقول لك عظمه يسوع مين يا عم؟ رب المجد مين؟ رب المجد مين اللي كان على الصليب كما ولدته امه؟ كان عريان ملط، اي مجد كان على الصليب كما ولدته امه. رابط مسيحي كريستيان انسرز بيقول لك عن يسوع تحت موضوع الكروسفيكشن، الصلب، هانج كومبليتلي نيكد بيفور ذا كراود، كان متعلق على الصليب عريان تماما كما ولدته امه. اي مجد ده؟ اي مجد؟ هو المجد في الذل والعار والاهانه؟ هو الاله عندكم ليه مجد يبقى مسلول ويتضرب ويتف في وشه؟ هو ده المجد في المسيحيه؟ ليه ما سمعتش كلام الانبا بشوي؟ قفل التليفون اهو، لان الانبا بشوي فضحوا الانبا بشوي، بيقول لك بيعمد الراجل تحت الكنبه، والتسجيل هتسمعوه ان شاء الله. ابونا مكاري كان اسمه صابر يونان، كانوا مسمينه مرنم اسرائيل الحلو في قاعة ماري مرقس في مصر الجديدة. هذا الرجل تصور انه اتعمد بالروح القدس من واحد اسمه ادوار تاني غير ادوار اسحاق،
تحت الكنبة، لانه لما جه يحط عليه اليد وقع ودخل تحت الكنبة في البيت اللي كانوا عاملين فيه اجتماع الصلاة في مصر الجديدة. ودي قصة انا اعرفها من قبل رسامته كاهن.